السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم في موضوع خلافي شوية، واحتمال كلامي يبقى فيه تفاصيل كتيرة تعجب البعض وما تعجبش البعض، ولكن موضوع لازم نتكلم فيه. النهاردة هنتكلم في سؤال مش هقول إنه شائع، ملح. مفيش يوم بيعدي من غير ما اسمع السؤال ده: ازاي اغير مراتي؟ مش يغيرها يعني يشيلها ويجيب واحده غيرها، لا، ازاي يغير فيها، ازاي يغير في طباعها، ازاي يغير في اسلوبها، ازاي يغير في حاجات كتير فيها. هناخد الموضوع من الاول خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا ارتباط واخترنا وارتبطنا. في الاختيار هنا لازم يلح عليا سؤال: هل اكتشفت ان انت اتجوزت او تزوجت من تفاحه؟ هاخدها كده مثال بسيط الاول وبعدين اخش في العمق. وكل يوم الصبح تصحى تزعق لها او تستنكر او تستغرب: هي ليه مش برتقانه؟ انت ليه مش لون البرتقانه؟ انت ليه مش طعم البرتقانه؟ انت ليه من جواكي كله شبه بعضه، ما انتش متقسمه فصوص زي البرتقانه؟ انت ليه مش مززه زي البرتقانه؟ انتوا متخيلين الفرق اما يبقى عندك تفاحه وانت بتحاسبها على انها مش برتقانه؟ هو انا ربنا خلقني تفاحه مبدئيا، فانا مش برتقانه. اللي بيحصل في الجواز قريب من كده، ان انت هتتجوز حد، وهنا احنا بنفترض الشفافيه في الطرفين في مرحله ما قبل الزواج. ليه؟ لان انا لو دلوقتي حطيت لكم الفرضيه اللي كله هيخش في التعليقات يقترحها عليا، اللي هي ايه؟ هي قبل الجواز كانت غير بعد الجواز. هنا احنا عندنا ناس بتمثل وناس بتدلس، مش هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده. ما هو لو هي اظهرت غير طبيعتها وبعد ما اتجوزت وطلعت ست تانية او فتاة تانية بصفات مختلفة، هنا حصل كذب او قلة معرفة. مش هنقول ان في سوء نوايا، خطوبة قصيرة، خطوبة سلق، انتوا الاتنين مسافرين في بلدين مختلفين، في احتمالات كتيرة قوي ممكن تطلع المشكلة منها. ولكن احنا هنا بنفترض ان انت قبل الجواز قدامك ست واضحة صريحة ظريفة لطيفة، اعلنت كل طباعها وتفاصيلها ومستواها الاجتماعي واسلوب كلامها واسلوب عملها من عدمه، ويعني هي امراه عامله ولا ست، هي الست معلنه واضحه جدا. اتجوزنا وانت قبل الجواز كل اللي انت كنت شايفه ده كنت سكر وعسل وجميل وكله وكله رائع وكله تحفه وانا موافق على كل حاجه. اتجوزت، ابتدى القص واللزق. لا، ممكن نقص الحته دي، ممكن نلزق هنا، طب ممكن نشيل من هنا، طب ممكن نحط من هنا. حد هيقول لي وايه المشكله؟ ما عادي يا سامحنا، كلنا بنطبع على طباع بعض. انا مش معترضه خالص على نطبع بطباع بعض، ولكن انا معترضه على دخول المقص في الموضوع. يعني ايه؟ يعني انت كنت قابل حاجه قبل الجواز وما تناقشتش فيها وما علقتش عليها، وفجاه بعد الجواز ينزل فرمان بان الحاجه دي مرفوضه شكلا وموضوعا. من اول العلاقه بالاهل، العلاقه بالصحاب، العمل، معدلات التدين سواء بالزياده او بالنقص. مثلا كانت منتقبه، لا انا مش عايز نقاب. كانت بشعرها، لا البسي النقاب. نطاط قويه. احنا ما بنتكلمش على التغيير الطبيعي والتقويم الطبيعي والتوجيه الطبيعي اللي ممكن يحصل من زوج لزوجته او بالعكس من زوجه لزوجها، كل ده طبيعي جدا. ولكن احنا هنا بنتكلم على اللقطات اللي فيها نطاط قويه، اللقطات اللي فيها توتر يحسسك ان ايه ده عايز يغيرني، مش بس يغيرني، ده عايز يخليني حد تاني مش شبهي. والكلمه دي بسمعها من ستات كتير قوي. بعد كام سنه تقول لي انا ما بقتش شبهي، واتفاجئ ان هو كمان بيقول لي ايه؟ ما بقتش الست اللي انا حبيتها. طبعا ما انت قصقصت كل اللي فيها، كل اللي كان بيتحب فيها من وجهه نظرك انت شخصيا، انت قصيته وبدلته. حلو. هو انت كنت قايل لها من الاول انك عايز تغيرها وان انت مش قابل، ولا انت كنت عامل لها كمين؟ طب لو هي داخله بنيه انها هتغيرك وكانت عامله لك كمين، انت هتقبل؟ اعتقد كنت برضه هيبقى عندك 30 علامه استفهام. وبيحصل تمرد رهيب من الراجل العربي لاي محاولات لتدجينه. اقعد معانا في البيت، طب خليك معايا، لا صحابي، لا شخصيتي، لا الكاركتر، معدلات خروجي، معدلات سفري، معدلات سهري. هو بيحافظ على الايدنتيتي بتاعته، صح؟
انا هنا ما بقولكش بقى خالص ان هي معدلات سهاره ولا خروجها ولا اصحابها خالص. انا بقولك التركيبه اللي انت قبلتها عليها قبل الجواز عايز تغيرها، انا ما عنديش اي مشكله، يبقى اكيد عندك منطق عايز تغيرها ليه. في حاجات مش هنختلف على منطقها، زي مثلا ان انت تقول لمراتك احب تتحجبي، حقك، حقك جدا، مشروع جدا، انت بتتكلم في كلام صح جدا، هي نفسها مش هتقدر تختلف معاك عليه. ولكن ممكن اقول لك ايه، خايفه ما التزمش قوي، فتقول لي معلش مش مشكله ناخدها واحده واحده، اصلي قلقانه من الحجاب، حقك. طب ايه اللي قلقك؟ النقاش والمنطق ما بيدخلش في حاجه الا بيزينها. هيزينك انت راجل عاقل، راجل هادي، راجل كده موزون، ولكن خطف ناطر في كل حاجه هتخسر اكتر ما هتكسب، وهتخسر اقتناعها بالموضوع حتى لو كانت مقتنعه بيه 50%. خطف ناطر دي فرمانات عسكريه تنزل وامين وفرض وواجب، استغفر الله العظيم، يعني معلش انا اسفه، يعني ده اللي خلقني وخلقك وخلقها ما جبرناش نقول امين حاضر. قال لنا اللي بيقول امين حاضر بيحصل له ايه، واللي ما بيقولش امين وحاضر لرب العزه بيحصل له ايه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى رب اعمال عقل، فلما تسال او تستغرب او انت تحس انها مش مقتنعه، هدي اللعب وزود شويه منطق، زود شويه حنيه، زود شويه ود في الشرح وفي الطلب. المحب لمن يحب مطيع، يعني ألف به تغيير إنها تحبك. أنا لما بحبه ما بحبش أزعله، ما استحملش زعله، فما بالك بقى إنه بيتكلم أصلا في موضوع صح مش هيضرني. إذا كان بيكلمني في مواعيد خروج وتأخير ورجوع فهو بيتكلم بمنطق خوف حلو، هفهمه. هيكلمني في حجاب واحتشام وحاجة أفضل 200% مش هختلف، ولكن أسلوب تقديم أي نقطة أنت عايز تغير مراتك فيها هو الأهم من الهدف النهائي في آخر الخط لتغييرها. ببساطة رجالة كتير جدا ما بتبقاش معترض على أي حاجة في ستاتها، وبتبقى قبلاهم زي ما هم، محجبة، منتقبة، كاشفة شعرها، لابسة مايو، لابسة خيمة، لابسة هدوم عادية، هو قابلها. بس ممكن يقلب امتى؟ لو سمح قالت له ايه ده؟ دي مراتك؟ او ايه ده؟ مراتك؟ فلو استحسنت قوي هنور عنده لمبه، فقال هو يبتدي ينعكس كلامي وتعبيراتي واستنكاري او اعجابي عليها. ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك ما عندكش شخصيه ولا منطق. ده معناه ان لو سمح استحسنت الوضع او غيرها من اهلك او من صحابك او من معارفك زانت الدنيا، ولو اساءت او استنكرت الموقف او قالت لك ايه ده ازاي وانت كنت ساكت وقابل وراضي ومفيش مشكله والدنيا زي السكر وزي العسل، تلاقي نفسك فجاه قلبت على الموضوع. لما تيجي بقى تكلم صاحبه الشقه انت هتعمل لها ايرور في دماغها، ما انت قابلني كده بقالك كتير قوي، انت شخصيا ما اتدرجتش في القناعه، ما اختلفتش، ما التزمتش مثلا شويه فهنمشيها مع بعض حته حته، وضعك ما تحسنش، قناعاتك ما اختلفتش، امال فين الإنة؟ ده ما فيش شخصيه اصلا، هو في حد لعب يا في دماغك يا في ودانك. طب فين المنطق في ورا اللي انت بتقوله؟ وتلاقي الراجل بيتهته، ده معناه ان مفيش منطق، هو بس مش عايز حد يكلمه، مش عايز حد يقول له بنتك لابسه كده ليه، او مراتك لابسه كده ليه، او مراتك عامله كده ليه. مقتنع اتجوزها، مش مقتنع ما تتجوزهاش يا معلم. ببساطه عايز تغيرها حببها في التغيير، انما تدوس على زرار فتغيرها لا. الهدايه هتيجي تدريجي، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقلت لك مفتاح التغيير، المحب لمن يحب مطيع. الناس اللي بتمشي قريبه قوي من الناس اللي بتحبهم ويعملوا زي ما هم بيحبوهم، هم بيسعوا لايه؟ حاجات كتيره جدا. احنا لما بنحب ربنا سبحانه وتعالى، لما بنحب نعمه ان احنا مسلمين، لما بنحب نعمه ان احنا ولدنا بالفطره في الاسلام، السيناريو كله بيختلف، قبولنا للتغيير بيختلف. عايز تغير مراتك انا ما عنديش مانع، بس لازم هي كمان يبقى ما عندهاش مانع، لازم تحببها في التغيير ده.
لازم تحببها في التغيير بحسن اسلوبك، باختيارك لكلامك، بطبطبتك عليها وانت بتغيرها او انت بتدعوها للتغيير اللي انت شايفه لازم او ضروري او افضل. حقك، ما اقدرش اقول لك لا، بالذات لو بتتكلم في حاجات شرعا واجبه. ولكن مهم جدا انت هتغير ازاي. هتغير خطف نطر بلسان فيه سخريه وفي استهزاء وفي تهزيء وفي سخافه وفي جرح كرامه وفي تكسير بني ادمين؟ انا اسفه، ما اثرش لا عن الرسول ولا عن حد من الصحابه انهم وجهوا حد للحلال ولا للحرام بالاسلوب ده. احنا ديننا دي معامله، المعاملات فوق ال 80% من ديننا. التدين الشكلي والعبادات يعني الاساسيه دي جزئيه قد كده، بدليل ان احنا مع اللي مش من ديننا اصلا امرنا بحسن الخلق من اوله لاخره. كتاب حسن الخلق كله ساري، ده مع الحيوانات امرنا بحسن الخلق، ده مع النباتات امرنا بحسن الخلق. فاحنا هنيجي في اللي مننا وايه، نشد عشان نكسب ايه، نهين عشان نكسب ايه، نتخانق ونبوز ونقلب خلقتنا عشان نكسب ايه؟ كل ده عشان نخسر. كل ده شيطانك بيهيأ لك ان انت بتصلح وبتغير، وهو في الحقيقي بيخرب البيت قبل ما يبتدي اصلا يتبني. خدوا بالكم، لو عايز تغير مراتك ما تغيرهاش منك ليها، غير اسلوب دعوتها لهذا التغيير المحمود المطلوب اللي انت مطمن عليه. اسأل نفسك اصلا انت عايز تغيرها ليه؟ اسأل نفسك اصلا هو الهدف ايه من تغييرها؟ ايه منطق اللقطة اللي انت طالبها منها دي؟ لو انت اقتنعت بالكلام اللي هتقوله لنفسك قوله لها، اكيد هتقتنع. والاهم من ده ومن ده، اكد على نفسك المحب لمن يحب مطيع. طبعا طاعتنا لله سبحانه وتعالى مطلقه، ولكن احيانا بيبقى الالتزام بهذه الطاعات مشقه مش الكل يقدر عليها. يمكن انا بقول لكم الكلام ده لان جت عليا فتره كنت بلاقي صعوبه في الالتزام باساسيات بحمد ربنا انه قدرني على ان انا التزم بيها النهارده، ولكن اللي دعاني ليها دعاني بالحسن، بحسن اللسان، بحسن الكلام، بحسن التصرف، بود، بطيبه، بحنيه، بكرم اخلاق. وبالتالي انا حبيت اللي بيدعوني ليه، ويمكن تفوقت نتيجه لان اللي دعاني صح. حتى صحابي اللي كانوا بيحببوني في الالتزام، ربنا رزقني بصحبتين 3 كانوا بيحببوني فيه بحلاوه، يخلوني في بيني وبينهم غبطه. يعني ايه؟ انا مش حاسداها، انا نفسي ابقى زيها، انا مبسوطه بيها ومبسوطه انها شاطره كده واتمنى ابقى زيها. خدوا بالكم، تغيير مراتك مش سهل بس مش مستحيل. الرك عليك انت. ربنا يسعدكم ويصلح الاحوال كلها، ويصلح احوال بيوت المسلمين كلهم وبيوت العرب كلهم وبيوت الدنيا كلها يا رب. ربنا يسعد البيوت كلها وبيتي من ضمنكم، يهدي الشباب والبنات يا رب، ولادي وبنتي من ضمنهم. اشوفكم على الف خير وعلى ميعادنا بكره باذن الله تعالى. تصبحوا على خير.